شفنا حياتنا شفنا معارك معجزات وتاريخ كله يحكي عن أغلى الإنجازات من سورنا ورا بالأزمان نسلمها اهلا بكم في برنامج العالم. متنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. قلت لكم ده واحد هجاص، واحد شغلته الوحيده ان هو ينافق، ان هو يضلل، دايما بيكذب ويضلل. واحد بيحب الكذب والضلال عشان خاطر الحاجة الوحيدة ان هو بيكره وبيغير تجاه النادي الاهلي. واحد شروطه الشاغل ان هو بيكره نفسه قبل ما يكره النادي الاهلي. فلذلك ده اصلا تلاقيه اصلا بميت وش متلون، ما عندوش شخصية، ما عندوش مبدأ في حياته، فتلاقيه ده اصلا منافق ومدلس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد والشر من قلبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل له مشكلة وعامل له عقدة من سنين لانه هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في فيديو يعني فيديو والله العظيم حاجه في منتهى بجد، مش موجوده على ارض الواقع بجد حقيقه. يعني حاجه اصلا مش موجوده على ارض الواقع، وهو يعني بيقول حاجه مش موجوده يعني بجد يعني. تعالوا شوفوا معايا كده. محمد شحاته ده فيندر مصر اللي يلعب على مين يا كابتن محمد شحاته؟ اي حد يلعب عليه. قول لي انت مين عندك في الحته دي؟ عندك امام عاشور يلعب عليه. لا هو امام عاشور بيلعب ديفندر؟ يلعب عليه يا كابتن. لا انت راجل زملكاوي انا عارف. هو لا راجل. انت هتقرب مين؟ لا ما انا بقول لك عندك في المنطقه بس هو بص لازم يجيب لك مين يا كابتن؟ مروان عطيه. مروان عطيه، حمدي فتحي، امام عاشور. يلعب عليه الثلاثه دول في الحته دي. في الحته دي يلعب على حمدي الثلاثه. فتحي انا والله صدق عليك اللي انت هجاص يا هجاص، صدق عليك يا هجاص يا رضا، انت هجاص فعلا. لما انت تيجي تقول ما هو كره النادي الاهلي ووصله لابعد مدى. لما يجي يقول مع كل احترامنا طبعا محمد شحاته لاعب الزمالك، هو لاعب شاب وواعد وكل حاجه. لما يجي يقول محمد طبعا يقول محمد شحاته افضل من مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور، لا ده انت هجاص كبير، ده انت هجاص من الاخر. لاحظوا معايا، هو جاب ثلاث لعيبه من الاهلي. جاب مروان عطيه، جاب امام عاشور، جاب حمدي فتحي لاعب الاهلي السابق. جاب ثلاث لعيبه من النادي الاهلي، ركز عليهم. ما جابش مثلا من الزمالك ولا جاب من الاسماعيلي. يقدر بقى يجيب مثلا من العكس صحيح، يعني مثلا يقدر مثلا يقول لك مثلا لاعب مثلا الزمالك، يقول لك مثلا يقول لك لاعب في الاهلي ده مثلا احسن من ثلاث لعيبه في الزمالك. ما يقدرش يعملها، ما يقدرش. في دمه الحقد والغل والكره تجاه النادي الاهلي، ما يقدرش يعمل كده. ده تقول النفاق والتدليس في ابهى صوره. هو الهجاص ده الضلال والكذب هو ابهى صوره. ده ب100 وش، ده تلاقيه ب100 وش. الهجاص ده خلي بالكم من ده تلاقيه ب100 وش. فلما يجي يقول لك كده، ده واحد ما بيفهمش كوره ولا بيتكلم فنيات. ده اللي هو ازاي محمد شحاته افضل من دول؟ ده اللي هو ازاي؟ فهو ما بيفهمش. ده لك ما بيفهمش. هو بيقول كده بناء مش كوره ولا فنيات، لا هو بيقول كده عشان حقده ومتغاظ من اي حد بيلعب في النادي الاهلي. فهو عنده مرض نفسي تجاه النادي الاهلي وتعب نفسي حقيقه بجد، ولا لا مرض نفسي جامد يعني. فلازم اصلا يعني الهجاص اصلا رضا عبد العال كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. بنزل من بيتي في كل يوم رايح للأهل